السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في لحظة جديدة من لحظات طمأنينة. النهاردة عايزة أتكلم معاك في مفهوم بسيط، بس لو استوعبناه حياتنا وعلاقتنا تتبدل تماما. احنا مش مخلوقين عشان نغير بعض ولا نتحكم في بعض ولا نخلي اللي قدامنا نسخة مننا. ربنا خلق البشر مختلفين، دي مش صدفة ولا نقص، دي حكمة. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني ربنا ما طلبش مننا إننا نكون شبه بعض ولا نكون نسخة واحدة شبه بعض. الأفضل عند ربنا مش بالشكل ولا بالطباع، الأفضل عنده بالتقوى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حتى اختلافنا في طباعنا، عقولنا، قدراتنا، أخطائنا، ده كله جزء من حكمة ربنا في الخلق. المشكلة إننا اتربينا في بيئة عايزة كل الناس ملايكة، عايزينك ما تغلطش، ما تتأخرش، ما تتغيرش، ما تتعصبش، ولو غلطت يهاجموك، ينتقدوك أو يحاولوا يشكلوك زي ما هم عايزين. مع ان الحقيقة بسيطة، احنا بنتعلم بالغلط زي الطفل لما يقع 1000 مرة قبل ما يمشي، ولو الغلط اختفى الخبرة هتختفي. فما ينفعش نقول لحد لازم تبقى شبهي، ولا نقرب من حد بحجة الحب ونحوله لنسخة مننا، ولا نضغط على اللي حوالينا بعنف أو تهديد أو توبيخ. ربنا أمرنا إننا ننصح بعض، بس بالتي هي أحسن، مش بالقهر ولا السيطرة ولا النقد ولا إن تمسك مقص وتقص الشخصية اللي قدامك على المقاس اللي انت عاوزه. اليومين دول الناس متلخبطة، تعبانين، مشحونين، والرحمة بقت قليلة. لكن ربنا خلق العلاقات عشان تبقى سند مش سجن. بص، حتى ربنا قال لموسى عن هارون: سنشد عضدك بأخيك. وقال الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الهجرة: لا تحزن إن الله معنا. ربنا بيورينا إن العلاقة الصحيحة هي اللي بتقوي مش اللي بتكسر. وفي سورة الحشر ربنا مدح ناس وقال سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ودول المهاجرين والأنصار، يعني بيحبوا بعض وبيسندوا بعض وبيهونوا الطريق على بعض، وتمسكوا وكانوا بيساعدوا بعض وكانوا سندهم لبعض. وقال كمان سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. مش تعاون على السيطرة ولا النقد ولا تغيير الناس بالغضب وبالغصب عشان يكونوا شبهنا. النصيحة حق، لكن القهر مش حق، والتغيير اختيار مش إجبار. سيب الناس تكون نفسها، وحافظ على قلبك طيب، وإيديك سند، وروحك رحيمة، وهتشوف قد إيه العلاقات حواليك هتبقى أهدى، أصلح، وأقرب لربنا. لو الكلام ده لمس قلبك اكتبلي في الكومنت: يا رب ارزقني قلب رحيم ودود. واشترك في القناة عشان يوصلك كل الجديد، وصلي على الله يشفع لك. وشكرا ليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.